السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن القرش، وهعرفك ازاي ان سمكة القرش هي من احد الاسباب الرئيسية في كل الهواء اللي احنا بنتنفسه. خليك معايا وهقولك ازاي. اهلا بيكم، انا احمد حسن، ودي قناة معلومة على الماشي، والحلقة دي هنتكلم فيها عن القروش. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. في البداية كده عاوزين نعرف يعني ايه هرم غذائي ويعني ايه سلسلة غذائية. الهرم الغذائي ببساطة معناه ان في مفترس في القمة بياكل اللي تحته، واللي تحته بياكل اللي تحته، وقيس على كده شكل كل هرم من الأهرام الغذائية. الهرم الغذائي البحري بيتكون من 4 طوابق. أولا وفي القمة المفترسات النهائية، وأولهم أسماك القرش، واللي بيندرج تحتها أسماك التونة. الطبقة اللي تحتيها المفترسات المتوسطة زي السردين وسمك الأسقمري والرنجة. تحتهم طبقة المستهلكات الأولى، ودي الأسماك الصغيرة والعوالق الحيوانية. أما في القاع فبيتواجد كائنات اسمها العوالق النباتية والطحالب والشعاب المرجانية. أما الطبقة الأخيرة دي بقى واللي فيها العوالق النباتية أو البلانكتون، واللي هي السر في عملية تجديد الأكسجين للغلاف الجوي في الأرض. وكنا اتكلمنا في موضوع البلانكتون في حلقة المحيطات، اتفرج عليها وهتعرف ازاي البلانكتون بيحول ثاني أكسيد الكربون لأكسجين. الكلام ده معناه ان لولا وجود أسماك القرش ما كانش هيبقى فيه أكسجين. هتسألني ازاي؟ هقولك ازاي. أسماك القرش مسؤولة عن افتراس وتقليل عدد كبير جدا من الأسماك اللي بتتغذى على الطحالب والعوالق. لو الأسماك دي زادت بأعداد كبيرة هياكلوا كل منتجات الأكسجين في المحيط، وبالتالي هتقل عملية تحويل ثاني أكسيد الكربون لأكسجين، وهيحصل خلل في النظام البيئي على كوكب الأرض كله، وهو ده الرابط بين المفترس المخيف والأكسجين. أسماك القرش بتتميز بهيكل عظمي غضروفي بالكامل، وبيطلق عليها أسماك الخياشيم الغضروفية. بتعيش أسماك القرش في كل أنحاء العالم، أي بحر أو محيط فيه قروش، حتى الأنهار. في بعض أنواع القروش قدرت تتكيف مع طبيعة المياه العذبة وعاشت فيها، إما لغرض الصيد أو العبور. القرش بأسنانه الحادة وسرعته الكبيرة وشكله المرعب كفيل يدب الرعب في قلب أي إنسان. في حوالي 400 نوع من أسماك القرش في العالم، لكن المفترس منها والخطير حوالي 30 نوع بس. من أخطر أنواع القروش قرش ماكو قصير الزعانف. قرش ماكو أسرع أنواع القروش على الإطلاق، واللي بتصل سرعته ل 56 كيلو متر في الساعة، وفي بعض المصادر ذكرت ان سرعته ممكن توصل ل 74 كيلو متر في الساعة. وبسبب سرعته العالية دي بيقدر يصطاد أسماك زي التونة والبونيتو وأبو سيف، وكمان بيتغذى على السلاحف البحرية والماكريل وحتى القروش اللي زيه. بيعيش النوع ده في المياه الاستوائية الدافئة، والعجيب انه ما تمش اتهامه بحوادث هجوم على البشر إلا نادرا، إلا إنه بيجي في المرتبة التانية بعد القرش الأبيض الكبير في حوادث الهجوم على القوارب. المصادر بتقول إنه في مرة قدر يكسر قارب كامل في 3 دقايق بس. قوته وشراسته وسرعته بتخليه تحدي حقيقي وصعب المنال لكل هواة الصيد، ناهيك عن قدراته على القفز لارتفاعات بتصل من 3 متر ل 6 متر. بيتراوح وزن الماكو بعد الولادة بفترة من 60 كيلو ل 100 كيلو جرام، إنما في سن البلوغ ممكن يوصل وزن الأنثى البالغة ل 600 كيلو جرام. في نوع تاني والمسؤول عن كتير من حوادث الهجوم على البشر وهو قرش الزعانف السوداء، واللي بيمتاز بزعانف أطرافها سوداء، وبيتراوح وزنه من 25 ل 100 كيلو جرام وطوله ل 170 سنتيمتر. النوع ده وحجمه الخفيف نسبيا بيساعدها على قفزاتها خارج المياه أثناء هجومها على الأسماك الصغيرة. بينتشر قرش الزعانف السوداء في السواحل الاستوائية وغير الاستوائية حول العالم. أما قرش النمر واللي تم تسجيل حوادث هجوم ليه على البشر في كتير من الأماكن، بيعيش النوع ده من القروش في المناطق الاستوائية والمعتدلة، واللي بيصل طوله ل5 أمتار، وبيعتاد على الصيد في أوقات الليل والظلام. وبيتغذى قرش النمر على كل حاجة حرفيا، أي حاجة بتعدي قدامه بتعتبر غذاء. بيتغذى على القشريات والسلاحف والأسماك الكبيرة والصغيرة، وكمان القروش ما بتسلمش منه. في دراسة اتعملت على النوع ده
ولقوا ان في حاجة غريبة جدا. قرش النمر بيحب يبلع اي حاجة بتترمي في المية، حتى لو خشب او بلاستيك او حتى حبال. علشان كده الباحثين سموه سلة مهملات البحر. القرش الابيض الكبير، المفترس الغني عن التعريف واللي كلنا بنخاف منه من واحنا صغيرين ايام الفيلم المشهور الفك المفترس. بعيد عن قصة الفيلم المرعب، اسماك القرش الابيض فعلا مرعبة ومخيفة، وبيتواجد النوع ده في جميع المياه السطحية في المحيطات. بيعيش القرش الأبيض من 25 ل 30 سنة، وبيصل سن البلوغ عند 15 سنة. بيحتل القرش الأبيض المرتبة الأولى في الهجمات على البشر، ومن أبرز الحوادث اللي تم اتهام أسماك القرش البيضاء في ارتكابها هجمات شواطئ نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1916، وكانت هجمات قاتلة راح ضحيتها عدة أشخاص ما بين يوم 1 ليوم 12 من شهر يوليو، وده كان في صيف 1916. في الوقت ده اهتزت شواطئ ولاية نيوجيرسي الأمريكية على وقوع 4 حوادث هجمات قروش متتالية وقع ضحيتها 4 أمريكيين. وبعد الدراسات والأبحاث تم الاتفاق على نوع القرش اللي قتل السياح، واللي كان القرش الأبيض الكبير. ومشكلة القرش الأبيض إنه فضولي حبتين وعنده هواية التذوق، يعني علشان يهجم على حد مش محتاج استفزاز أو مناوشات. واحنا هنا مش بنتكلم عن أي عضة، احنا بنتكلم عن فك فيه أكتر من 300 سن حاد وقوة عض رهيبة. وصلت عدد هجمات القرش الأبيض على البشر طبقا لآخر إحصائية 475 هجمة، واللي كان منهم 65 هجمة أسفرت عن موت الضحية. القرش الأبيض بيتغذى دايما على الفخمات وأسماك التونة والقشريات، وبيصل طول القرش الأبيض عند البلوغ من 3.5 ل 4 أمتار، وبيتراوح وزنه من 700 كيلو لحد طن و100 كيلو. أكبر قرش تم رصده من النوع ده لحد وقتنا الحالي القرش اللي وقع في شباك صيادين الرنجة في محافظة برانزويك في كندا، وده كان في ثلاثينيات القرن الماضي، واللي وصل طوله ل 11 متر كاملين، وكان وزنه بيعدي ال 2 طن. بعد اللي قلناه عن خطورة القروش على البشر وعرفنا دورها المهم جدا في الحفاظ على التوازن البيئي في البحر والبر، أحب أعرفك إن هجمات القروش تعتبر صفر على الشمال من حاجات تانية كتير أخطر على البشر واللي بتتسبب في موتهم أيضا. حسب الدراسات إن القروش بتتزيل ترتيب الحيوانات المسؤولة عن موت البشر، والبشر نفسهم على قمة أسباب الوفاة، وده بسبب الحروب والجرائم. لك أن تتخيل إن حمامات السباحة اللي بتتراوح أعماقها من 2 ل 3 متر قتلت ناس في سنة واحدة أكتر من اللي قتلتهم القروش في كل السنين اللي عدت. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. اكتب لنا رأيك في التعليقات، هل فعلا أسماك القروش مفترسات تستحق القتل، ولا احنا اللي عاوزين نراجع نفسينا، وإن الإنسان هو المفروض اللي يحافظ عليها من الانقراض؟ ولو لسه ما عملتش سابسكرايب، اعمل سابسكرايب للقناة علشان يوصلك جديدنا أول بأول. سلام.